السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فاجعة نادرة من نوعها وأين بمكة المكرمة أقدم محتمل جزائري على قتل 2 من مواطنيه داخل مقر إقامتهما في فندق بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. وأعرب الاتحاد الجزائري لوكالة السياحة والأسفار عن أسفه للفاجعة الأليمة التي أودت بحياة المحتملين اللذين ينحدران من ولاية قصر أنطينة في الشرق الجزائري. هذا الشجار كان بين 3 جزائريين محتملين في فندق السريجي ينتهي بجريمة قتل بشعة. القاتل قتل شريكه الأول قويدر بوعبد الله في غرفة الفندق بطعنات وهو نائم. الشخص الثاني برادع قدور حاول الهرب إلى ممر الفندق إلا أن الجاني لاحقه واستطاع طعنه ليرديه قتيلا. وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالة السياحة والأسفار صلاح الدين تومي أن المشتبه به البالغ من العمر 40 سنة كان يتعالج قبل سفره إلى البقاع المقدسة في مستشفى الأمراض العقلية بواد العثمانية ميلا. وقال أنه أبدى تصرفا غير عادي صباح يوم الجريمة نتيجة ضغوط نفسية وعصبية كان يعاني منها يجهل مصدرها وأخرجتها عن وضعه العادي. وأوضح أن المشتبه به استهدف بطعنات قاتلة أحد المحتملين في جناح الاستقبال لفندق السريجي 2 بمكة المكرمة، ومحتملا ثانيا كان في غرفته بطعنات مماثلة ليلوذ بالفرار. وألقى الأمن السعودي القبض عليها بالحرم المكي بناء على صور كاميرات المراقبة مع حجز محتمل ثالث مرافق للمحتملين في غرفتهما بانتظار نتائج التحقيق. وعبر المتحدث عن تأثره الشديد لهذه الفاجعة الأليمة معتبرا إياها حالة شاذة لم يتم تسجيلها من قبل، خصوصا وأن الجزائريين معروفون بهدوئهم وتسامحهم. رحم الله الفاقدين وأسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله.